تعالي بقى اقولك النهارده ازاي لو البامية عندك في الفريزر مثلا بقالها 3 4 شهور، ازاي بقى بتركاية بسيطة جدا تخليها اكنك لسه جايباها فريش حالا وجايباها يعني وعاملاها في نفس اليوم. تعالي اقولك انا عملتها ازاي. انا هنا هجيب معلقة كبيرة من السمنة كده. اول حاجة هنزل باللحم، بس لازم الحلة تسخن هنا قوي كده مع السمنة عشان اللحمة اما ننزلها ما تجيبش ميتها وتفضل طرية ومحتفظة بالسوائل بتاعتها. هنزل باللحمة كده على الناحية اللي فيها دهون. اول ما تاخد لون معانا زي ما انتوا شايفين كده هقلبها، هخليها تاخد اللون ده من الناحيتين. هكون بقى محضرة بصلاية كبيرة كده مقطعاها صغير، هقلبها مع اللحمة كده يعني تقلبتين 3 كده. هكون محضرة كوبايتين من المية المغلية، هنزل بقى عليها كده من احنا مديناش ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجة. خلاص، كوبايتين من المية المغلية يعني هغطي كده واوطي النار. لما اللحمة تستوي تماما هنزل بنص كيلو من عصير الطماطم، عليه معلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة سكر طبعا عشان تعادل حموضة الصلصة. هقلب الكلام ده بقى مع بعضه كده. طبعا هنا اللحمة استوت تماما، ركزوا في الحتة دي. اول ما تاخد غلوة كده هتطلعي بقى كيس البامية، وهو بصوا يعني مش هتسيبيه على الرخامة دقيقة وهو كده. يعني انا لسه فاتحة الفريزر يا دوبك طلعته من الكيس حطيته في الصلصة، اغطي بقى واسيبها حوالي 3 4 دقايق. هتلاقيها فكت بقى معاكي على طول. هي طبعا ما استوتش، هي فكت بس. بصوا بقى اكنك لسه مقمعاها وجايباها من السوق طازة. بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. وطبعا حطيت معلقة توم كده على الني علشان بيفرق قوي التوم في البامية. جربوا كده معلقة توم نية بتنقل البامية في حتة تانية. خلاص، هقلب بقى كده حلو قوي وهغطي وهسيبها تلت ساعة مثلا او ربع ساعة على نار هادية لغاية اما تستوي معاكي تماما. هتلاقيها بقى دايبة كده وبجد حرفيا مش هتحسي ابدا انها طالعة من الفريزر. بالنسبة بقى لتخزينها، انا جبتها طبعا وقمعتها حلو وغسلتها وفردتها كده على فوطة لغاية اما نشفت تماما. وبعدين حطيتها بقى في اكياس على قد بقى الاستخدام بتاعي وشلتها في الفريزر، ولا حطيتها في مية مغلية ولا اي حاجة. وبس كده حبايبي.